يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هكون معاكم في فيديو جديد، هنعمل مع بعض جلاش مثلثات اللي هو شبه السمبوسه. عملت بقى كوبايه كوفي ميكس، قلت اروق بقى على دماغي كده عشان الصداع. وعملت برضو الشربات، اسمه ايه ده، الشربات عملته برا الكاميرا. انا عملته معاكم كذا مره هنا في كذا فيديو، فقلت ايه ننجز وقت كده عشان الفيديو ما يطولش مننا. انا عملت الشربات 3 كوبايات ميه على كوبايتين ونص السكر عشان ما يبقاش مسكر قوي. تمام. معايا بقى دلوقتي لفه جلاش نص كيلو صافي. هبتدي بقى ان انا اقسمها حوالي 4 على حسب اللفه معاكي تعمل قد ايه. لو لفه من اللي هي بتبقى في السوبر ماركت المجمده ممكن تعمليها 3 بس، لكن دي لفه نص كيلو صافي. فانا عملتها تقريبا 4، قسمتها على 4 تربع. بصوا زي ما انتم شايفين كده برولها، بصوا الرولة بتبقى قد ايه، بنفس الطريقة كده. دي كانت حتة دايبة في الاخر شلتها. وطبعا انتوا عارفين الجلاش القطع اللي بتتبقى مني بعمل فيها ايه، انا بحطها في الفريزر، بطلعها في اي وقت اعمل بيها ام علي، بتبقى رهيبة. تمام. انا قسمته كده 3 ودي الرابعة زي ما قلت لكم بالظبط. هنبتدي بقى ان احنا نقطعهم مثلثات بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي. جبت الاول صينية هدهنها سمنة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مولعه الفرن جنبي يسخن، بحيث ان انا احط الجلاش يبقى الفرن سخن على طول، ما استناش ان هو يسخن. هبتدي بقى اخد قطعه قطعه من اللي انا مقطعاهم دول واقطعها مثلثات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جيب واحده كده وواحده كده، واحده كده وواحده كده. بصوا تطلع عامله ازاي. على فكره سهل خالص، ما بياخدش وقت خالص ولا مجهود ولا بيحتاج حشوه ولا اي حاجه. انت عندك لفه جلاش هتعمليها وشويه سكر وشويه ميه بس كده. اوقات بعمله بكريم شانتيه وافتحه من النص بعد ما يطلع من الفرن، واحط فيه كريم شانتيه. واوقات بحط فيه فول سوداني مكسر وارش عليه او احط فيه. واوقات كتير بعمله كده، هو اصلا اصله كده. فاكرين الباستا اللي كنا بنشتريها زمان من الصاج في السوبر ماركت؟ وانا صغيره كنت بشتري القطعه ب2 جنيه، او لا، اقل من 2 جنيه بكتير. دلوقتي تقريبا هي القطعه ب5 جنيه. انا بعشقه. اروح السوبر ماركت اجيبها بايدي واغمسها في العسل كده واحطها في الطبق اللي هشتري فيه. يا ذكريات يا ولاد، ذكريات. بصوا القطع اللي بتتبقى تحت دي انا مش برميها، انا بحوشها في الفريزر زي ما قلت لكم. بطلعها افرفتها او اكسرها واحطها ارشرش عليها سمنه واحطها في صينيه واحطها تحت الشوايه، افضل اقلب فيها لحد ما تحمر وارجع احطها في طاجن واعملها ام علي. انا عملتها تقريبا معاكم هنا في فيديو على القناه. هبتدي بقى اخلص كل الكميه بنفس الطريقه كده. انا خلصت. هتجيبي بقى نص كوبايه سمنه او على حسب ما ياخد معاكي. تجيبي نص كوبايه سمنه تسيحيها وتحطيها فوقيه وتخلي السمنه تتغلغل ما بين طبقاته عشان يبقى مورق. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، انا بخلي السمنه تدخل ما بين طبقاته. تقريبا السمنه اللي انا عاملاها دي قليله، فهسيح شويه كمان على النار وارجع احطها تاني زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص هدخله الفرن واسيبه بالظبط 10 دقايق او ربع ساعه على حسب الفرن بتاعك. بصي ده الحاجات اللي اتبقت مني، فانا بقى هعينها في الفريزر. انا بحوشها دايما لحد ما اجمع كميه وبعدين اطلعها اعملها ام علي. انضف بقى مكاني. والشربات معايا كان برد. طلعت بقى الجلاش من الفرن. انا مش عارفه الكاميرا جايباه متحمر قوي ليه كده، هو ما كانش كده خالص. المهم ان انا هنزل عليه بالشربات زي ما انتوا شايفين كده. انا برضو عايزه الشربات يدخل ما بين طبقاته
بحيث ان هو يبقى ليه طعم، لان هو طبعا ما فيش فيه اي حشوه ولا اي حاجه. فانا عايزه الشربات يدخل ما بين طبقاته. فبصوا بقى الحركه اللي انا هعملها دلوقتي. طبعا اي شربات بيتبقى مني بحطه في التلاجة وبرجع استعمله تاني، مفيش اي مشكله. بصوا هبتدي بقى ان انا اميل الصينيه كده من جميع النواحي، بحيث ان الشربات يدخل ما بين طبقات الجلاش. بصوا زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم طعمه كان تحفه. وكمان انا استعجلت عليه وحطيته في علبه، يعني ما استنيتش ان هو يبرد تماما او ينشف. حطيته في علبه تلاجة وقفلته وحطيتها، يعني حطيتها على البوفيه، ما حطيتهاش في التلاجة ولا حاجه. طرى وبقى فظيع، بقى فظيع بجد. هبتدي بقى ان انا اجيب مصفى واحط تحتيها طبق واطلعه احطه فيه عشان ينزل العسل الزياده اللي فيه. بصوا اهي، هبتدي اطلع واحده واحده احطها في المصفى يصفي العسل اللي فيه، وبعد كده هنقله في طبق تاني. بصوا احنا بنعمل عظمه. عايزه اقول لكم طعمه كان حوار حوار. انا بعشقه ودايما بعمله، وسليم بيموت فيه. دايما يقول لي ماما اعملي لي جلاش اللي هو السمبوسه. قولي لي تسلم ايدك في الكومنتات، وحطوا لايك، حطوا لايك. شايفين العظمه؟ معلش يعني ما بعملش اي حاجه، انا بعمل عظمه وبس. الف هنا. جربوه وقولي رايكم في الكومنتات.